النابو عاص انرمز كمت النابو سرو انرمز كمت النابو وجع انرمز. لكل شيء أصل، ولكل أصل حكاية، والحكاية دايما بتكون أفضل لما نعرفها من البداية. كل مكان وكل أثر في مصر ليه حكاية، علشان كده إحنا شباب عين رع أطلقنا مبادرة الحكاية من البداية مع أبرز المتخصصين، علشان نعرف من كل شخص فيهم حكاية مكان مختلف. وحكايتنا النهاردة تحديدا من شارع المعز لدين الله الفاطمي عن خنقاء الظاهر برقوق. يكون ضيف حلقتنا اليوم دكتور محمد خطاب، مفتش آثار بالإدارة العامة بالقاهرة التاريخية ومشرف على مركز تدريب الآثار الإسلامية. فبرحب جدا بالدكتور. اهلا بحضرتك واهلا بالزملاء، وتشرفت بوجودي معكم في هذا اللقاء. شرف لينا يا دكتور. تسلم. طيب يا دكتور، حابين نعرف أكتر عن دولة المماليك وإنجازاتها التاريخية. دولة المماليك طبعا هي دولة عظيمة وفترة مهمة جدا في التاريخ المصري. يبدأ حكم هذه الدولة سنة 1250 ميلادية وينتهي سنة 1517 ميلادية بدخول العثمانيين بقيادة السلطان سليم الأول إلى مصر. تنقسم فترة حكم المماليك إلى فترتين. الفترة الأولى هي فترة حكم المماليك البحرية، واللي بتبدأ طبعا بالسلطان سيف الدين قطز وبتنتهي بالسلطان المنصور حجي ابن السلطان شعبان ابن حسين ابن قلاوون. وفترة حكم المماليك البرجية اللي بتبدأ بالسلطان برقوق وبتنتهي بالسلطان الأشرف طومان باي. عدد حكام دولة المماليك البحرية كان 24 سلطان، وعدد حكام دولة المماليك الشراكسة أو الشراكسة كان 23 سلطان، مع الأخذ في الاعتبار وجود خلاف بين المؤرخين حول عدد سلاطين هذه الدولة في مجملهم، بسبب أن بعض السلاطين تناوبوا على الحكم أكثر من مرة مثل سلطان الناصر محمد ابن قلاوون، وبعض السلاطين كانت فترة حكمهم قصيرة جدا لا تتعدى أشهر معدودة، منها السلطان العادل طومنباي اللي فترة حكمه كانت حوالي 3 أشهر. ينسب إلى هذه الدولة أعظم الانتصارات العسكرية، والمتمثلة في انتصارهم في موقعة عين جالوت سنة 658 هجرية بقيادة السلطان سيف الدين قطز وبيبرس اللي هو كان قائد الجيش في الوقت ده. وينسب إليهم أيضا الانتصار في معركة عكا سنة 690 هجرية. سنة 658 هجرية واجهوا الخطر المحدق بالإنسانية كلها المتمثل في الخطر المغولي، بعد أن اجتاح المغول مدينة بغداد العامرة عاصمة الخلافة الإسلامية العباسية، وأحرقوا مدينة بغداد وقتلوا الخليفة العباسي. فبالتالي هذا لم يكن انتصار للعالم الإسلامي فقط، وإنما كان انتصار للحضارة الإسلامية كلها. انتصارهم في معركة عكا سنة 690 هجرية خلده التاريخ أيضا، لأن مدينة عكا كانت آخر معقل من معاقل الصليبيين في بلاد الشام وفي بلاد الإسلام كلها، وبالتالي تم إنجازات تحرير بلاد الإسلام كلها اللي بدأها صلاح الدين الأيوبي في حطين بتحرير مدينة عكا على يد السلطان الأشرف خليل ابن السلطان قلاوون سنة 690 هجرية.